النهارده بقى عملت صينية لحمة ببصل، مش عايزة اقول لكم حكاية وروعة. بصراحة رهيبة رهيبة. بس للأسف كانت محتاجة طاجن فخار علشان يزيد الطعم والنكهة والريحة. بصراحة بتبقى جميلة جدا. لكن طبعا عشان أنا ما عنديش بصراحة طاجن الفخار، فعملتها في صينية على البوتاجاز شوية وبعد كده في الفرن. تعالوا بينا بقى بسرعة نشوف الطريقة. اول حاجه هتجيبي اللحمه الكميه اللي انت عايزاها. انا كان عندي هنا حوالي كيلو الا ربع كده. رحت جايباها وقطعتها على قد اللقمه اللي انا باكلها. في ناس ممكن يعملوها زي ما هي القطعه بقطعتها، لكن انا بحب اقطعها صغير. وبتقطعي الكميه اللي انت عايزاها. وطبعا يا سلام بقى لو فيها حته من السمين كده والدهون، لما بتسيح مع البصل واللحمه بتدي يعني بتبقى جوسي كده وبتدي طعم حلو قوي. تقطعي بقى الكمية بتاعتك كلها بنفس الطريقة. بعد ما نقطعها بالمنظر ده بقى هتجيبي الصينية اللي هتدخل الفرن بتاعتك. وطبعا لو انت عايزة تعمليها عندك طاجن فخار هتقلبيها، بل ان طبعا مش هينفع الطاجن يتحط على البوتاجاز الفخار. فانا بحط هنا الصينية بتاعتي اللي هدخلها الفرن، وحطيت معلقة سمنة حلوة محترمة كده وحبة زيت، وقدحتهم شوية كده وبعد او سخنتها، وبعد كده نزلت بقى باللحمة بتاعتي. ابتدي ان انا اشوح فيها عشان اديها الصدمة الحلوة. بس قبل ما يعني ابتدي ان انا احطها على البوتاجاز، هبتدي ان انا احط لها بس شوية من الفلفل الاسمر. وانا دايما بطحن عندي حبهان على لورا وبحطهم في برطمان، وباخد منهم بس حاجة بسيطة. لما بحط بقى بهارات لحمة ولا بحط اي حاجة، يا دوبك المكعب مرق دجاج لحمة. ولو عايزة تحطي حبهان واللورا دول باودر، مش عايزة ما تحطيش. وطبعا رشة الفلفل الاسمر، هو ده بس اللي هنحطه. تشوحي فيها على البوتاجاز، توطي عليها لغاية لما تشرب المية اللي هتنزل من اللحمة. وبعد كده اكون انا في نفس التوقيت ان انا بجيب البصل بتاعي. طبعا أنا البصل على حسب كمية اللحمة بتاعتك، وكده كده اللحمة ام بصل بتحب البصل الكتير. انا جبت حوالي هنا 4 5 بصلات وسط، وقطعتهم شرايح زي ما انتوا شايفين كده. هقطع الكمية كلها بنفس الطريقة. كويس كده، مفيش اسهل من كده. هبص على اللحمة بقى نشوف وصلت لايه. بصوا شايفين اتشوحت ولونها اتغير، وانا مش عايزه اقولكم الريحه حلوه قوي. وبعد كده خلاص شربت الميه بتاعتها عشان ما تعجنش. ابتدي انزل بقى بالبصل. هنزل بقى بالبصل بتاعي، بس اديله بس شويه كده يعني رشه فلفل اسمر. أنا بحب بصراحه الفلفل الاسمر كتير في الاكله دي. وتقلبي كده وتروحي مغطية عليها. بصوا انا ما حطيتش نقطة مية. انا هستكفي الاول بان انا البصل بتاعي هينزل المية بتاعته. وطيت عليها لغاية لما البصل نزل ميته. ورحت بعد كده حطيت لها معلقة كبيرة من الثوم المفروم. الثوم برضو بيديها نكهة حلوة. وبعد كده حبيت ان انا اشطشطها شوية، بس ما كترتش. لقيت عندي نص فلفل حراق احمر، رحت حطاه مع فلفل رومي يا برضو واحد صغنن كده. انا مش عايزة يبقى الطاجن يعني مليان طماطم وفلفل والحاجات دي. لا انا عايزة يعني يبقى البصل هو اللي باين اكتر. فبحط بس يعني طماطمايه وفلفلاية صغيرة من الحراق او الرومي. وبس كده، كل ده مش هيبان اصلا بعد كده. وتغطي عليه، وبعد كده تحطيه على البوتاجاز. وتبتدي ان انتي تراقبيها شويه بشويه عشان ما تتحرقش. وبعد كده بقى رحت حطاها لما شربت ودخلت في السوا. رحت مدخلاها في الفرن. مش عايزه اقول لكم فتحت الشوايه وكانت بالمنظر الجميل ده. لو اقول لكم كان طعمها عامل ازاي، رهيبة رهيبة رهيبة. لازم تجربوها. جميلة جدا. ويا سلام لو عندك الطاجن الفخار كمان، هيفرق معاكي جدا. اتفضلوا معانا. باي باي.